خرج محمد الفيد في مقاطع للرد على من يشكك في القرآن الكريم ويثبت بأدلته أن القرآن يستحيل أن يكون من كلام البشر. وقد كتب في عنوان مقطعه أن سؤال هل القرآن كلام الله لا يقدر الكهنوت على الجواب عليه. إن هذا المقطع له فضيحة مدوية لا تقل عن فضائحه السابقة. لقد أثبت الرجل أنه معوق العقل والبصيرة. يقول في مقدمة مقطعه أن الكهنوت الديني لا يقدرون على الإجابة على هذا السؤال بالعقل والمنطق، حيث سيناقشون هذا الموضوع عن طريق الاحتجاج بالسيوطي وابن حجر وابن تيمية والشافعي فقط، لأنهم لا يستخدمون عقولهم كونها متوقفة، بل سيناقشون هذا الموضوع بأفكار من مات منهم فقط. ثم يطلق تحدي يقول فيه: أتحدى السلفيين أن يتحدثوا عن هذا الموضوع بدون الرجوع إلى فكر الموتى من صعيد مصر إلى طنجة. تكون المفاجأة أن الفيد بدأ يستشهد على أدلة صدق النبوة من كلام السلفيين الموتى. لا أدري الرجل هل يكثر من الأعشاب أم أن الأعشاب أفقدته عقله في التمييز. يقول الفيد: إن من أدلة نبوة الرسالة هو أنه كان أميا قبل البعثة ب40 سنة لا يكتب ولا يقرأ، وهذا دليل على صدق النبوة. يا رجل، ألم تخبرنا في بداية حلقتك أنك ستستخدم عقلك ومنطقك ولا تأتينا بأفكار الموتى؟ فكيف الآن تستشهد بنفس أدلة ابن تيمية؟ يقول الإمام الرازي رحمه الله: ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ما كان يكتب كان يتلو كتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير، فكان ذلك من المعجزات. ولو كان يحسن القراءة لصار متهما في أنه ربما طالع كتب الأولين. ثم يقول الفيد: إن من أدلة صدق النبوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن له أي اطلاع سابق على ما ذكر من معلومات في القرآن الكريم. فيقول ابن تيمية رحمه الله: وهو لم يكن يقرأ شيئا من الكتب من حفظه ولا يقرأ مكتوب، وهو لم يكن يقرأ ولا ينسخ. كيف تناقض نفسك يا رجل؟ تستكثر على السلفيين أنهم لا يستشهدون إلا بالموتى وأنهم لا يستعملون عقولهم في الجواب على صحة القرآن، ثم نجدك تستنجد بنفس أفكار أولئك الموتى. أين علمك الشخصي الناتج عن معارفك العقلية وأنت تنسخ أفكار الموتى؟ يقول الفيد: إن من أدلة صحة القرآن أنه معجز بلاغيا، ولذلك الكثير من الشعراء أسلموا بسبب لغة القرآن، وعلى رأسهم حسان ابن ثابت رحمه الله. فنقول له: ومن أين عرفت أن هؤلاء الشعراء أسلموا يا فهم زمانه؟ أليس ذلك موجودا فقط في كتب الموتى؟ لماذا تردد أدلة الكهنوت وأنت من قلت في بداية حلقتك أن الكهنوت لا يقدرون على الإجابة دون الرجوع لموتاهم؟ وهل أنت الآن توزع علينا معارفك الشخصية، أم أنت جالس تبهرنا وتبهرنا بما في كتب الكهنوت من العلوم؟ لقد صدقت المقولة الفاسدة عليك: يتمنعن وهن راغبات. يقول الفيد: إن من أدلة صدق القرآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعظم نفسه في القرآن، بل دائما ما كان ينقص من شخصه، وهذا دليل على صدقه، لأنه لو كان كاذبا لما نقص أو أنقص من شخصه في القرآن الكريم. اذكر لنا ربع دليل على أن هذا الدليل هو من معارفك وليس من كتب الكهنوت، فهناك عشرات المقالات للسلفيين عن هذا الدليل، ومنها مثلا عتاب الله للرسول في القرآن هو دليل صدق نبوته. يا رجل، ما فيش ربع دليل من عقلك ومن علمك الغزير، كل أدلتك من الكهنوت أو كتب الموتى. والجميل في القصة أنك تجد في التعليقات على مقطعي: شكرا يا عالمنا الفد ودكتورنا المبجل على ما تقدمه لنا من بحوث في التنوير. إن لم يكن هذا هو التحنيط بعينه فمن يكون يا سادتي ويا كرام؟ والآن فهامة زمانه سيقدم لنا أدلة جديدة لم يعرف عنها الكهنوت السلفي علما من قبل، هي أدلة خاصة بالعلامة الفيد، وهي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. جلست أستمع طمعا مني في أن أسمع بحوثه العلمية الخاصة، وهو ما صدع رؤوسنا بأن الكهنوت لا يفسرون القرآن بالعلم، وبأنهم محنطون ولا يفكرون بعقولهم. أكتشف مرة أخرى أنه يستشهد بآيات سبق وفسرها الكهنوت مسبقا، أي أنه ينقل مرة أخرى من الكهنوت. حتى المجال الذي يدعي على أنه عالم فيه يعتمد فيه على كتب وأبحاث الكهنوت، على غرار زغلول النجار وعبد الدائم الكحيل وغيرهما من عشرات المتخصصين في هذا الباب. فاستشهد بالإشارة العلمية في آية وأرسلنا الرياح لواقحة على أنها دليل صدق النبوة، وهو يدرك أنه يردد كلام الكهنوت فقط، لكنه أراد أن يظهر بأنه جاء بجديد حول الآية، فقال: إن أصحاب الإعجاز يقولون بأن التلقيح المقصود هنا هو تلقيح النبات وليس تلقيح الغيوم.
الرجل يكذب كما يتنفس والصورة أمامكم. ثم انتقل إلى آية مرج البحرين وأعاد نفس كلام الكهنوت ولم يأتي بجديد، ثم استشهد بما وصلت إليه الأبحاث العلمية من وجود نار تحت البحار بسبب ما جاء في الآية والبحر المسجور. والكل يعلم أن هذا التفسير هو تفسير موجود من قبل، ليبقى السؤال مطروحا: أي نوع من الأعشاب تتناول حتى تتقيأ لنا هذا الانفصام المعرفي المضحك وتستغبي متابعيك بهذه الدرجة من التحنيط؟